السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي مشتركش في قناتي أتمنى يشرفني ويشترك فيها كده بإذن الله ويوصل لكم كل جديد. عملت لكم فكرة جميلة كده. كان عندي نص كيلو من اللحمة وكان فيها بس حتة دهن صغيرة خالص، هنحطها في الكبة وهنعمل أحلى طريقة أكل تحفة وجميلة وموفرة في التلاجة. تمام. حطيت عليها بس معلقة كوباية من الزبادي. وتعالوا نشوفوا بهاراتنا هنحط ايه. حط الاول 4 معالق كده من البقسماط عليها او 3 معالق. وبعد كده هحط ايه بهارات لحمة اللي هو ال7 بهارات. واحط بقى فلفل اسود، واحط كمان 7 بهارات وبابريكا وكان عندي بهارات فراخ كده بحب صراحة اضيف فحطيت عليها لانها بتبقى البهارات دي يعني الراجل محوجها، فحطيت لي عليها تحويجة كده من البهارات، فانا بحب ان انا احط عليها معلقة يعني. حطيت معلقة من بيبس الرمان وحطيت كمان معلقتين من الخل. تمام كده. يلا نضرب بقى كل المكونات دي، طبعا ما ننساش الملح، ونضرب كل المكونات دي. عايزة اقول لكم احلى طريقة تعملوها، احلى كمان من الكوبيبة، يعني بالنسبة لنا احنا حبيناها اكتر من الكوبيبة كمان. طريقة سهلة وجميلة وموفرة ومحطوطة في الفريزر، منين ما تحب تطلعيها بتطلعيها، تنفع في الشهر الكريم. والفيديو ده يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان هو معمول قبل رمضان بيوم واحد بس للأسف معرفتش انزله، لان يعني كان في فيديوهات تانية فنزلت ده، فكان نفسي انزله هو قبل رمضان بيوم واحد فمش مشكلة بقى، انا اسفة على التأخير. تمام. وكنت اصلا ناسياه يعني، فانا بفر كده في التليفون فلقيته يعني صممت بصراحة ان انا انزله لكم لانه فكرته جميلة جدا. حطيت بقى اللحمة بتاعتي في ورق استرتش، وبفضل الف الورق الاسترتش اللي انتوا شايفينه ده لغاية ما اضغط اللحمة خالص. شايفين؟ كل ما بتلفيها بتنضغط اكتر، كل ما بتلفيها بتنضغط اكتر، لغايه ما حسيت ان هي مكبوسه جامد او داخله في بعضها جامد. هربطها بقى من الاطراف زي ما انتوا شايفين كده، واحطها في الفريزر بطريقه ما تبقاش مطبقه ولا اي حاجه من دي، يعني محطوطه كده من غير ما تحط حاجه عليها علشان ما تتطبقش. هنا اتحطت يوم كامل، وبعد كده طلعتها كده من من الفريزر. بصوا جمدت خالص اهي، بس كان في جزء منها كده يعني ما عملش قوي لان انا ما صبرتش عليها. انا كنت بصراحة عايزة اوريها لكم يعني طريقتها وكده، وكنت مستعجلة، فكان في جزء من الجنب كده لسه ما عملش قوي، فخفت ان انا يعني لو جمدت اكتر من كده ما اعرفش اقطعها يعني. بس زي ما انتوا شايفين بصوا بتقطعوها كده زي البرجر، يعني عايزة اقول لكم والله العظيم تتاكل اكل كده يعني، ولها كذا طريقة في الاكل بتاعها تحفة وجميلة وسهلة، وفي نفس الوقت تقطعيها وتحطها في الفريزر كده. من ما تحب تطلعي مثلا مستعجلة، او ممكن تنفع كمان سندوتشات مدارس وحاجات من دي، يعني بصراحة تحفة. انا مقطعاه الحجم اللي انتوا شايفينه ده، بصراحة كانت مناسبة جدا مناسبة جدا جدا يعني. حتى الحتة اللي طلعت اللي هي كانت الجنب الطري اللي انا قلت لكم عليه ده، يعني شوفوا طلعت ازاي، ممكن تعمليها تكوريها كده وتقليها مفيش مشكلة خالص، بس هي كانت نصيب القطة يعني. خلاص كده قطعتها وكنت مجهزاها، كنت في نفس اليوم ده مش عارفة انا هشيلها كده او مثلا هنطبخوها، فكنت شلتها تاني في الفريزر يعني، لان اليوم ده ما كناهوش يعني ما كناش فيها الطريقة دي. تعالوا بقى شوفوا الدنيا عاملة عندي ازاي مكركبة. كان ده تاني يوم يعني بصوا المطبخ عليه وطيه، وكنا بقى بجهز علشان ده كان خلاص هيصبح الصبح رمضان، فعشان كده بقول لكم انا اسفه ان الفيديو ده اتاخر عليكم، والدنيا مكركبه كده زي ما انتوا شايفين. فكل الحاجات دي كانت لازما تخلص بسرعه علشان خاطر يخش عليا رمضان وانا كده مرتاحه ونفسيتي مرتاحه، وكنت كمان ولا زوقت ولا عملت اي حاجه. طبعا انا نزلت لكم زواق رمضان والحاجات الجميله دي، بس الفيديو ده بصراحه يعني انا كنت نسيته اصلا، فلما شفته كده قلت لا والله لازم التعب ده تشوفوه. والطريقة بتاعت اللحمة دي يعني بصراحة كانت ممتعة جدا. طريقة اللحمة دي عايزة اقول لكم انكم ممكن تضيفوا عليها رز، بس انا ما حبيتش صراحة، انا شلت حتة الرز دي لان انا حسيت ان عيالي يعني مش هتحبها، والطريقة دي سهلة انك تعملها سندوتشات او اي حاجة. يلا غمضوا عينيكم وفتحوها. خليت المطبخ بتاعي فل شمعة منورة. كان عندنا بقى صنايعي كده ربنا يسترها عليه يعني ويخليه لأولاده،
بصراحة جه كان المفروض اعمل تحت الرخامة اللي عليها الكولمان دي ستارة، فيعني صنع لي حاجة كده هوريها لكم كمان هو عاملها لي ازاي. وانا علقت عليها كده ستارة، طبعا انتوا شفتوها لما انا زوقت المطبخ وكده وظبطته، شفتني وانا معلقة الستارة دي. بس هو كان اليوم ده كان تركيبها. مسكت شقتي من فوق لتحت، خليتها فل شمعة منورة. المطبخ بتاعي نضفته وخليته نضيف خالص كده، مفيهوش اي حاجة، وكل حاجة في مكانها الحمد لله بفضل من ربنا. يلا بقى تعالوا بعد ما نضفت المطبخ كده، تعالوا شوفوا هنعمل اكل ايه. قبل اي حاجة بقى صلوا بقى على الحبيب النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وكلنا كده ندعو لأهالي غزة ربنا يصبرهم على الابتلاء العظيم اللي هم يعني ابتلوا بيه، ويبدل حزنهم ده يا رب فرحة، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى تعالوا نخش بقى على الاكل ونشوفوا هنعمل اكل ايه. اكل جميل جدا جدا. وشوفوا الخضرة التحفة الجميلة دي، غسلتها كده وحطتها، يعني عايزة اقول لكم باقة ورد، يعني والله العظيم كان شكلها كده جميل وتحفة. طبعا انا اكلت كده يعني في اليوم ده لان كان لسه هيصبح رمضان. تمام كده. هنبدأ بقى نعمل الأكل بتاعنا. هنا بقى خلاص كنت قطعتها وشلتها في الفريزر، لأن اليوم اللي قطعتها معاكم فيه ما عملتهاش، يعني ما عملتش منها، عملت منها جزء لأولادي قليته وعملت لهم سندوتشات وكده وشلت الباقي. فكنت بقى قلت يلا عشان أصور معاكم علشان نشوف الطريقة والشكل اللي احنا هنعمل بيه الأكل بتاعنا. وزي ما قلت لكم الطريقة دي بتتعمل بكذا شكل. انا كنت هعملها في برجر الاول وكده، بس ما عملتهاش بصراحة في برجر علشان خاطر ايه، ما لقيتش كايزر. عيالي يعني لفوا ياما وكده فقالوا ما فيش علشان هيصبح رمضان وكده، فالمخبز ما خبزش يعني الكايزر وكده. فعشان كده عملته بقى ايه بطريقة جميلة جدا جدا. وطبعا الست الشاطرة بتعرف تعمل اي حاجة في بيتها. هنا بقى كان عندي ايه كيس مرقة كده او كيس شوربة، حطيته في الطاسة بتاعتي لان ده اللي انا هسوي فيه الايه البرجر بتاعي. انا بصراحة مسميه برجر لانه طريقته جميلة جدا وتحفة، وانا بالنسبة لي انا طريقته احلى كمان من البرجر. هنا بقى حطيت المرقة بتاعتي وحطيت كيس من المرقة وحطيت معلقة من الصلصة وحطيت توم صحيح ما قطعتوش ولا اي حاجة، علشان اللي مش حابه يعينه. فاهمين. بصوا بقى عايزه اقول لكم ان الطريقه دي، يعني انا هغلي الشوربه دلوقتي واسقط فيها الايه اللحمه بتاعتي او الكفته او البرجر زي ما انتوا عايزين بقى تسموه سموه. بس انا بقول لكم دي طريقه تعملوها بيها. بعد ما هغلي دي هسقطها فيها. ممكن بقى انا كنت اصلا والله محضره، بصوا انا ما كنتش هعمل الطريقه دي اصلا. انا كنت محضره زي ما انتوا شايفين كده بصلايه اهي، كنت اقطعها مع قرن فلفل واشوحها على النار واحمر الايه البرجر بتاعي كده على الزيت وش وظهر كده، وبيتستوي معايا ويبقى مفيش اي حاجه، لان السمك بتاعه يا جماعه عارفين يعني مفيهوش حاجه، رفيع جدا، فما بياخدش معايا سوا ولا اي حاجه. وممكن اقطعه قطع كده ايه شرايح طويله كده، اقطعه كده زي صوابع البطاطس كده، واشوحه مع البصلايه والفلفل وفص توم، بشوحه تشويحه حلوه كده، وبعمله سندوتشات زي بالظبط الايه سندوتشات الشاورما والحاجات دي. برضو كل الحاجات دي ممكن تعمليها. دي طريقه برضو تانية، علشان خاطر بصراحه ما لقيتش حد ولا يجيب لي كايزر ولا عيش من ده ولا عيش سوري ولا كده، فانا ما يعني مش عارفه اعمل ايه. فخلاص انا طلعته خلاص، مش هينفع بقى ان انا ادخله التلاجة تاني. تمام، لانه خلاص هو يعتبر كده ان هو ايه فك معايا، يعني ما فك يعتبر ما ينفعش بقى ان انا احطه في الفريزر. ادم خلاص كده ما عنديش بقى الكايزر، خلاص استبعد بقى البصلايه دي معايا. هنا بقى ايه الشوربه بتاعتي اهيت او المرقه بتاعتي كنت شايلاها في الفريزر. المرقه دي يا جماعه كان عندي لحمه وكده كنت شايلاها في التلاجة، استخسرت يعني ان انا ارميها لانها كانت مطعمه كده وطعمها حلو. عشان بس اغير لونها حطيت طبعا ايه معلقه صلصه كده وكان فص توم وحطيت مرقايه، هحطها بقى تغلي على النار وبعد كده شوفوا هنعمل ايه. ممكن كمان تقطع عليها بصلايه لو انت حابه تتحط مع الايه مع الطريقه دي، بس انا مش هحط البصلايه النوبادي. انا هغلي كده المكونات اللي انتوا شايفينها وتعالوا شوفوا هنعمل ايه. يلا نروح على النار نولع كده البوتاجاز بتاعنا. شايفين البوتاجاز زي الفل ازاي؟ طبعا انا خليت المطبخ فله شمعه منوره، انتوا كنتوا شايفينه في البدايه يعني ايه ما يسرش لعدو ولا حبيبي يا جماعه والله. يعني المطبخ كان زي الزفت، كان حاجه كده يعني ايه زباله، والحمد لله كده ربنا قدرني وان انا عملت يعني كل حاجه كده معاكم.
هبدأ بقى كده هسيبها خالص لما تغلي، وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه ان شاء الله. هقفل معاكم وارجع لكم تاني عشان ما تزهقوش من الفيديو. عايزاكم اللي يوصل لغايه هنا من الفيديو ما ينسنيش بقى في لايك وايه وسبسكرايب كده، وتقولوا لي رايكم في الحاجات اللي احنا بنعملها، وقولي ان احنا وصلنا للايه للطاسه واحنا حاطينها على النار كده، او المرقه واحنا حاطينها على النار عملنا لك لايك هنا، واكتبوا لي كده في الكومنتات. زي ما انتم شايفين كده بعد المرقه ما سخنت معايا، هبدا بقى ان انا ايه احطها كده. بسم الله. على فكره اللحمه دي يا جماعه لها طريقه تانية ان انتوا تعملوها بالرز، بس انا بصراحه ما حبيتهاش ان انا اعملها بالرز. انا كنت زي ما قلت لكم ان انا كنت عايزه اعملها في العيش الكايزر وكده، بس لما ما لقيتش حد بقى يجيب لي فعملتها بالطريقه دي. احطها كده تاخد غلوتين وخلاص، هي كده جاهزه معانا ان شاء الله. ممكن بقى تاكلوها بعيش، ممكن تاكلوها برز، بالطريقه اللي انتوا حابين تاكلوها، هي بتبقى كده جاهزه تمام. هسيبها بقى تاخد وتدي كده مع نفسها على النار لغايه ما تستوي معايا. هي مش هتاخد معايا وقت كتير ولا حاجه، هي اكتر حاجه بتاخد وقت فيها يعني حوالي 10 دقايق. بعد كده وبعد كده بقلبها على الوش التاني، بتاخد برضو 10 دقايق علشان تستوي كده من فوق ومن تحت، واللحمه بتاعتي تبقى كلها مستويه وجميله. وطبعا الطريقه احنا شايفينها مع بعض، كل خطوه بخطوه عاملينها مع بعض والله. وجمدتها في التلاجة واستنيت ان انا اعملها وادوقها معاكم علشان اقول لكم رايي فيها ايه، وعلشان خاطر نفيد بعض باذن الله. هسيبها بقى تاخد وتد كده مع نفسها وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين خلاص هي كده استوت اهي، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، جميله كده مستويه. شايفين اللحمه بتاعتي من جوه ومن بره جميله ازاي. حكايه والله، والله العظيم يا جماعه حكايه. اما بقى بالنسبه للصوص، شايفين الصوص بتاعها جميل ازاي، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، حاجه كده فاخر من الاخر. ممكن زي ما قلت لكم تستخدموها في تاكلوها مع رز، وممكن تعملوها كمان سندوتشات، وهوريكم الطريقه اللي هنعمل بها السندوتشات دي. اول كده طريقه، بصوا طبق رز اهوت، هحط عليه كده ايه واحده كده من الايه برجرايه او اللحمه اللي احنا عاملينها ما شاء الله، وحبه كده ايه صوص من اللي احنا عاملينه ده تحط عليه كده. والله العظيم طعمه حكايه، فعلا فعلا طعمه حكايه حكايه وجميل، والرزايه كده مع اللحمه تحفه، والصوص بتاعها جميل كده. اتمنى تجربوا الفكره، وتعالوا نشوفوا الوصفه التانية. الطريقه التانية بقى هعملها لكم، تيالي دي اللي اكتر حاجه هتعجبها زي تعجبكم زي عيالي. عندي عيش عادي اهو، هحط عليه معلقه كده من الصوص اللي احنا عاملينه، هاخد اللحمه بتاعتي كده اقسمها على 2، اخد بقى من ميكس الجبن ده، دي جبنه موتزاريلا على جبنه رومي، ضربها كده في الكبه، وهبدا بقى افردها كده على الايه على السندوتش بتاعنا. وكمان ممكن نعمل الحركه دي كمان لو انتوا حابين. انا خفت بصراحه عيالي ما تاكلش الرز، فانا حبيت ان انا اعملها كده. ولسه هنكمل مع بعض ان شاء الله.
هكمل بقى بقيه الايه الخلطه كده بتاعتي اهي. معلقه صوص، بصلايه كده، حبه فلفل الوان عليها برضو، معلقه كده من الايه من الجبنه الموتزاريلا او خلطه الجبن يعني. هبدا برضو الف اهو. انا عامله السندوتش عريض كده، انا اللي قصدي علشان خاطر عايزه احمره. تمام، هخلص بقى كل الكميه بتاعتي وارجع لكم تاني ان شاء الله. هنا بقى كنت بجهز خلاص، يعني كان عندي كمان الصنايعي جه كده وانا بشتغل على البوتاجاز، فطبعا قفلت معاكم الصوت فسجلت معاكم بعد ما خلصت. عايزه اقول لكم وانا بعمل لقيت يعني الراجل ده يعني هو طول عمره شغال مع جوزي وكده، فبيقول له ابنك لما بيجيب اكل وكده بيبقى اكلك حلو ومش عارفه، هو قاعد يشكر فيا. فبعدين قلت والله كنت ناويه كده والنيه لله ان انا لما اعمل السندوتشات دي اعمل له واحد يعني علشان يدوق الاكل وكده، وانا بحب اصلا الحته دي، يعني بحب لما حد يجيلي وياكل ابقى مبسوطه خالص والله العظيم. فكنت بجهز بقى السندوتشات كده زي ما انتوا شايفين. لقيت جوزي داخل، يعني طبعا انا لابسه الاسدال وكل حاجه، وكنت واقفه بصور معاكم، فلقيت جوزي بيقول يعني هيجي يركب لك الستاره اللي هي تحت الرخامه وكده. كملت تصوير معاكم وكده، وحتى قعد يسالني هو انت بتصوري ايه ومش عارفه ايه كده يعني. فقلت لازم انا ادوقه السندوتشات عشان تسمعوا رايه كمان، حد مختلف عن رايي انا يعني، وتشوفوا هيقول ايه كده على الاكل بتاعي. والحمد لله بفضل من ربنا عجبه خالص. بس انا طبعا كنت قافله الصوت علشان خاطر صوت الشانيور كان عالي جدا، فما ينفعش طبعا اعمل كده يعني اسيب الصوت مفتوح. سمحتكم مقطع صغير خالص والباقي قفلت الصوت وكده عشان كان في عندي دوشه وكده. هنا بقى حطيت نقطه زيت في الطاسه، وبعد كده يعني حمرتها يعني قلبتها كده على الوش وعلى الظهر علشان خاطر انا عيالي بتحبه مقرمش، يعني في طعم القرمشه كده، فهو كده مش محروق ولا اي حاجه، هم حابينه بالطريقه دي، والطريقه دي تحفه بصراحه وجميله. وبضغط بايدي كده زي ما انتوا كنتوا شايفين علشان خاطر الجبنه من جوه تسيح. فكنت يعني كل خطوة بخطوة بعملها معاكم بصراحة علشان خاطر السندوتشات دي بتوديكي في حتة تانية خالص. يعني انا كنت خايفة العيش السوري يعني عشان ما عملتش بعيش سوري وكده هيبقى طعمه وحش، بس والله طلع جميل وتحفة. وبفضل من ربنا يعني كانت بنتي لسه راجعه من الدرس، فعملت لها السندوتش ده عطتهولها، كانت مبهوره بيه خالص. يعني انت ممكن تعملي مطعم في بيتك، يعني ممكن تألفي لاولادك اي اكله كده بتطلع والله جميله وحلوه خالص، بالذات لما تكوني عاملاها في بيتك، يعني بتبقى نظيفه وواثقه من الاكل اللي انت بتعمليه. فزي ما انتوا شايفين كده السندوتشات بقى شكلها جميل زي ما انتوا شايفين كده، ومتحمره من فوق ومن تحت ما شاء الله عليها، كانت تحفه يعني خالص يعني. وبالذات القرمشه دي بتخلي السندوتش في حته تانية خالص. هنا بقى كنت خلاص هخلص كل الكمية، وتعالوا شوفوا السندوتش بتاعي يعني بعد ما حمرته كده راح في حتة تانية خالص، شكله وطعم بصراحة تحفة وجميل. وممكن كمان تحط معاه يعني تعملي تومية او تعملي كاتشب يعني اللي انت حباه. فبصراحة يعني طعمه خلى الدنيا في حتة تانية خالص. هنا بقى كنت خلصت وعايزة اطلع من المكان، مش عارفة واقفة متذنبة كده، فقلت بقى للصنيع اللي كان شغال عندنا ده لازما بقى تدوق السندوتش بتاعي ده. عايزة اقول لكم ان انا يعني وكلت عيالي، بس كان فاضل اتنين يعني من اولادي ما كلوش، فكنت مكلفته لهم كده السندوتشات او مغطياهم. عايزة اقول لكم طرى وراح مية كده، وممكن تسخنيه في الميكرويف عادي مفيش مشكلة خالص. هبدأ بقى كده اوريكم القرمشه والحاجات اللي يعني طعمه بصراحه يعني ده السندوتش بتاعي. عايزه اقول لكم بصوا القرمشه اللي بره دي تاكلها اكل كده متعه يعني حاجه تانية خالص. هقطعه لكم برضو وتشوفوه كده من جوه عامل ازاي. يعني انا اول سندوتش جهزته كده لبنوتي كانت لسه جايه من الدرس، ده السندوتش ده اللي انا هاكله. تمام، هبدأ بقى كده ادوق اللي عندي يعني. فقال لي طيب هغسل ايدي طيب وهاجي ادوق واقول لك رأيي بجد، وانا ما بتكسفش، وقال لي كده.
يعني هو بيقول الحقيقة ما يا جماعة، ما بيضحكش علينا. هيدوق بقى ويقول لي رأيه ايه، وده رأيه ده صادق يعني. يا رب يعجبك. والله صعب. والله صعب. تديله كم من 100؟ كم من 100 ده؟ 100 انا حبيت بس تسمعوا رايه، والله العظيم ما حدش ضاغط عليه ولا اي حاجه يا جماعه، انا بقول لكم يعني علشان خاطر تتاكدوا ان السندوتش ده هتعمليه لاولادك، وممكن كمان تعمليه سندوتش مدرسه تحطيه في اللانش بوكس كده، حاجه تحفه فاخر من الاخر. شايفين شكله عامل ازاي من جوه؟ ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اتمنى تجربوا بقى الفكره، وما تنسونوش يا جماعه في لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه كده من قلبكم. وكمان هدوقه لكم اهوت، عايزه اقول لكم طعمه جميل والحمد لله. عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في السندوتشات والحاجه اللي احنا بنعملها مع بعض، وتكتبوا لي كده في الكومنتات تصلوا على النبي. عايزاكم بس تكتبوا كلكم ايه، تصلوا على النبي كلكم باذن الله كده. ايه ان شاء الله كل حاجه هنعملها سوا مع بعض. اتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسونوش بقى يا جماعه في لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه من قلبكم وايه، او اتمنى يعجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.